متهيألي مفيش حد دلوقتي ما بيسمعش عن الأوميجا 3 أو ما أخدهاش مرة واتنين وتلاتة، وأعتقد ناس كتير اتكلموا فيها، بس برضو هنركز على كام نقطة. الأوميجا 3 مهمة قوي كده لأن هي مهمة للقلب، أسنان الأطفال مهمة كمان، والأعصاب، ومهمة للحماية من الكانسر ومن الزهايمر، ومهمة للعين، وكمان بتقلل من التهاب المفاصل اللي بيجي لناس كتيرة جدا سواء صغيرين أو كبار في السن. طيب ألاقيها فين بشكل طبيعي؟ في الأسماك الدهنية، بذور الشيا، عين الجمل، الفاصوليا، اللبن قليل الدسم، زيت كبد الحوت، كل الحاجات اللي قدامكم دي. ايه الأعراض اللي ممكن أشوفها أشك إن أنا عندي نقص في أوميجا 3؟ بلاقي الجلد على طول ناشف جدا وفيه عليه قشرة ومشاكل كتير جدا في الجلد، بس طبعا لازم ترجع للدكتور هو اللي يأكد المعلومة دي، لأن بالذات أعراض الجلد والأمراض الجلدية مختلطة كتيرة جدا وممكن يختلط عليك الأمر، فلازم